يا مساء الفل عليكم. شايفين القمر ده؟ احنا مش هنعمل النهارده شويه سندوتشات وخلاص اعزائي المشاهدين، النهارده الموضوع خرج عن السيطره. تعالوا نشوف هنعمل ايه. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده الموضوع كبير قوي، هنعمل برجر اقتصادي بنص كيلو لحمه مفرومه. هنعمل ما شاء الله كميه كبيره. غير كده في تفاصيل كتير قوي عشان تعمل السندوتش ده بصوص الجبنه والصوصات اللي احنا هنعملها مع البصل المكرمل بتاع اكبر محلات البرجر. الاختراع دوت يتوثق باسم في الشهر العقاري. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول خطوه يا جماعه نبتدي نجهز نص كيلو من اللحمه المفرومه، عليه 100 جرام من الدهن، وانا شغال على ريسبي نص كيلو. تقدروا تضاعفوا الكميه لو انتوا عايزين تزودوا، مفيش اي مشكله خالص. كوبايه من الحمص المسلوق حوالي 300 جرام، وعندي كمان 40 جرام او معلقتين كبار من دقيق السميد او السيمولينا او دقيق الفرخه، على حسب ما بيتسمى في كل بلد. المهم نحاول نوفره لان بيدي معايا تماسك للبرجر حلو قوي. عندي كمان معلقه كبيره من بهارات اللحمه ومعلقه كبيره من الكزبره، تقريبا 20 جرام من كل حاجه. عندي كمان فلفل اسود وعندي ملح وعندي توم باودر وبصل باودر، معلقه كبيره من كل حاجه. وبعد كده هنجهز الكبه او الفود بروسيسور وننزل بالحمص ونضربه ضربه محترمه لحد ما ينعم كويس قوي، على اساس في النهايه برده ما يكونش فيه تكتلات في البرجر او حاجه، يكون كله لحمه مظبوطه ولحمه ناعمه وكله ياخد تسويه كويسه. طيب، خدوا بالكم برضو من الخطوه دي مهمه جدا. ليه ما ضربتش اللحمه مع الحمص؟ على اساس برضو ان اللحمه مفرومه فرمه مظبوطه، وانا مش عايزها تنعم اكتر من كده، ما تنزلش مني الميه كلها اللي فيها او العصاره اللي فيها. عايز تكون اللحمه تتضرب ضربه بسيطه مع الخلطه الجميله اللي احنا بنعملها، يطلع مني احلى برجر. حطيت البهارات بتاعتي كلها على الحمص اللي اتضرب، وهنديله ضربه كمان. بعد كده ننزل باللحمه وتاخد بقيه التحبيشه بتاعتها مع الحمص والتوابل والبهارات اللي احنا حطيناها. وانا اقول لكم على سر كده، لو جربتوها هيفرق معاكم جدا في التيست بتاع البرجر، حرفيا هيخلي لك البرجر في حته تانية خالص. وعايز اقول لكم ان البرجر من الاكلات او الفاست فود السريع اللي ما بياخدش مننا وقت في التجهيز، فلو احنا هنصنعه في البيت ممكن نعمل منه كميات كبيره. مش شرط كمان ان احنا نعمل بس وصفات اقتصاديه. دايما في الفيديوهات بتاعتنا في اي وصفه اقتصاديه لو هنعمل منها كميات او انا شايف ان ينفع يتجهز منها وتتسكن في الفريزر، دايما بنحاول ندي ارشادات على اساس نستفاد باكبر قدر ممكن من الفيديو، ونحاول كمان نعرف طريقه التخزين وطريقه التسويه بتكون عامله ازاي. هنا بعد ما الكلام ده كله اتضرب معايا كويس، ببتدي انزل باللحمه ومعلقتين من الزيت ونضربهم ضربه محترمه. وزي ما قلت لحضراتكم بننزل بمعلقه زبده، بزبده الفول السوداني او بالزبده العاديه لو مش موجوده، وعليها معلقه بابريكا المدخنه. دي اللي هتخلي لي الطعم في حته تانية خالص. بسيب بقى الخلطه الجميله دي تتضرب في الكبه حوالي دقيقه ولا حاجه، على اساس كل البرجر يتحبش وياخد من كل الطعم ويبقى نفس واحد في كل حاجه. بعد ما بيتضرب معايا ويبقى تمام التمام، ببتدي اطلعه من الكبه واحطه على طبق واسيبه يتبصم في التلاجة حوالي نص ساعه قبل ما نبتدي نعمله في الفرن بتاعته. في الخطوه دي ممكن نجيب الاطفال يشتغلوا معانا وكمان يتسلوا ويتعلموا حاجه ويبقوا مبسوطين جدا وهم بيعملوا البرجر بايديهم. عندي المكبس بتاع البرجر دوت بحوالي 40 جنيه او 30 جنيه في الاسواق. كرة البرجر اللي انا حاططها دي حوالي 80 جرام. بنحط على المكبس كيس البورشن، بعد كده نحط البرجر ونكبس كويس قوي، نفرغ كل الهواء اللي فيه. وبعد كده طبق فوم ونحط البرجر بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله. هنعمل كمية محترمة من الحجم الجامبو. تقريبا الكمية اللي انا عملتها ديت عملت لي 8 من الحجم الكبير زي ما حضراتكم شايفين. وكمان ما بيخسش على النار ولا حاجه، ممكن نحتفظ بيه زي ما قلت لحضراتكم. دايما الحاجه اللي ينفع تتحط في الفريزر دايما بنقول عليها وبنقول طريقه تخزينها بتكون ازاي. اهم حاجه اي لحوم بتتحط في الفريزر ما يخش لهاش اي نوع من انواع الهواء اللي جوه الفريزر، لان ممكن تكرف وكمان تفقد القيمه الغذائيه بتاعتها. فنقفلها كويس او نتحكم في القفل بتاعها كويس، وبعد كده نحطها في الفريزر بطريقه مظبوطه. ونفصل دايما اللحوم عن السيفود عن الجبن والالبان. يعني دايما بنقول ارشادات حضراتكم، انا عارف ان انتوا عارفين الكلام دوت واشطر مننا فيه، لكن دايما بنحاول ننوه عنه لاخواتنا الصغيرين. بعد كده هنا بعمل البصل المكرمل، بحط معلقه من الزبده وانزل بالبصل بتاعي ومعلقه من دبس الرمان او الصويا صوص على حسب الطعم اللي انتوا بتحبوه، كمان معلقه من الكاتشب. وعندي بيكون جاهز البصل المكرمل بتاع البرجر. في نفس الطاسه هنسوي البرجر بتاعنا، ولو احنا مطلعينه من الفريزر هنسيبه يهدى ربع ساعه، بعد كده نقليه. وعايز اقول لكم لما البرجر يتقلي في نفس الطاسه اللي اتعمل فيها البصل المكرمل هيدينا طعم روعه الروعه، فعلا هيفرق معانا في التيست قوي. انا عايز اقول لكم ان الموضوع ما خلصش على كده، لا، في نفس الطاسه اللي احنا حمرنا فيها البصل وكمان البرجر هنحمر فيها العيش بتاعنا. وعايز اقول لكم لو بتهتموا فعلا بالتفاصيل، الموضوع اللي انا بقول لكم عليه دوت والخطوات ديت هتفرق معاكم جدا في الطعم في النهايه. بحمر العيش ليه؟ عشان يتحمل كميه الصوصات اللي احنا هنحطها عليه. طيب، بجهز عندي هنا بوله تكون فيها خيار مخلل مفروم ومعلقه من الباربيكيو ومعلقه من الكاتشب
ومعلقه من المايونيز، وبعد كده ببتدي اقلب الكلام ده كله كويس. وده الصوص اللي هيتحط فيه اللقمه اللي احنا حمرناها. وبعد كده ممكن نحط خس كابوتشا، ونحط بقى بصل، طماطم، نحط هالبينو، نحط اي خضار احنا حابينه، مفيش اي مشكله خالص. وفوقيه البرجر، وفوقيه صوص الجبنه، عليه معلقتين من البابريكا. وبعد كده نحط البصل المكرمل، ونحط جبنه امريكان تشيز بقى، جبنه شيدر عاديه، نحط تركي، نحط بيف بيكون، اي كولد كات او اي لحوم مصنعه، مفيش اي مشكله، على حسب ما بنحب طعم البرجر. وده شكله في النهايه. واتمنى يكون عجب حضراتكم، اتمنى فعلا تجربوه، وصفه مميزه جدا للبرجر. اشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده. سلام عليكم، قولوا لي رايكم في الكومنتات ايه. مع السلامه.